السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. تحية خاصة للإخوة والأخوات على الدعم المتواصل ديالهم للقناة. أيضا بالنسبة للإخوة اللي أول مرة يشاهدوا القناة ما يبخلوش من الضغط على زر الاشتراك، وأيضا بارطاجيو هذا الفيديو. أيضا التعليقات ديالكم شيء مهم للقناة، كتخلي لنا دائما أننا نتكلموا على مواضيع تهم كل ما له علاقة بقطاع العمل بالمملكة المغربية. واحد الموضوع اللي صراحةً تكلمنا عليه في مواضيع كتيرة وعطيناه واحد الوقت، لكن هناك مستجد في هذا الموضوع اللي غادي نحاولوا أن نتكلموا عليه. موضوع الزيادة في الأجور لهذا القطاع، قطاع اللي استفاد من الزيادة ديال 1000 درهم ديال الحوار الاجتماعي 2024، وأيضًا عنده زيادات أخرى مرتقبة، زيادات مهمة اللي غادي يستافد منها في شهر يوليوز أيضًا. يعني إضافةً إلى 500 درهم ديال الحوار الاجتماعي اللي غتكون يوليوز 2025، هناك زيادة أخرى مرتقبة لهذا القطاع اللي قطاع يعتبر من بين القطاعات المهمة. غادي نتكلموا على كل هاد المستجدات اللي صراحةً يعني نضال ديال الإخوة الموظفين اللي أبانوا على أنهم يد واحدة، يعني دائمًا في كل الوقفات، وخاصةً الاحتجاجات الكبيرة اللي قاموا بها في مدينة الرباط أمام البرلمان المغربي، عطات الأكل ديالها. على بركة الله نبدأ. موضوع اليوم غادي نتكلموا على القطاع ديال الصحة، اللي استفاد أيضًا من الزيادة ديال 1000 درهم اللي مقسّمة على سنتين. استفاد من الشهر الأول يوليوز 2024 500 درهم، وفي انتظار يعني 500 درهم الثانية يوليوز 2025 غتكون عندهم زيادات مهمة بالنسبة للممرضين وأيضًا لكل الإداريين. غادي نتكلموا على هاد الأمور كلها لأنه الحكومة المغربية صادقت على مراسيم ديال هاد الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية. يعني موضوع مهم فقط بالنسبة للإخوة اللي عندهم يعني إلمام بكل ما له علاقة بقطاع الصحة، أو موظفون يعني يحاولوا أنهم يبارطاجيو هذا الفيديو باش يستافدوا منه كل الإخوة اللي كيخدموا في قطاع الصحة. على بركة الله نبدأ. كما كيعرف الجميع الحكومة المغربية دائما يعني من خلال الضغوطات الكبيرة اللي كنشوفوها من النقابات، فضروري هاد الوقفات كتعطي الأكل ديالها. يعني ما يمكنش أنك تجلس في الدار ديالك وما ديرش إضرابات وغادي تلقى النتائج الإيجابية ويتحقق لك يعني كل أي حاجة كتمنى تحقق لك، فهذا شيء مستحيل. يعني ضروري أنك تصعّد من اللهجة ديالك وتكون دائمًا من السباقين إلى المطالبة بالحقوق ديالهم عبر الإضراب. يعني بعد صراع يعني مستدام وصراع طويل اللي كان دائمًا كنا كنشوفوه من خلال الإضرابات ديال قطاع الصحة. أخيرًا استجابت الحكومة المغربية لدعوات النقابات الصحية المتكررة منذ سنوات. صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الخميس الماضي على مشروع مرسوم ليرفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض مماثل لأول مرة للأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. ويعد هذا الإنجاز تتويجًا لمطالب نقابي طال انتظاره. وبحسب بلاغ عقب اجتماع المجلس الحكومي، فإن مشروع المرسوم رقم 2/25/339 الذي قدمه أمين تهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم الصادر سنة 1993
بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك في إطار تحفيز الكفاءات الصحية وتثمين أدوارها داخل المنظومة الصحية الوطنية. سيستفيد من هذا التعويض الأساتذة الباحثون العاملون بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وبالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وهو مطلب طالما أثار الجدل داخل القطاع بالنظر إلى غياب تغطية تعويضية عن الأخطار المهنية بالنسبة لهذه الفئة، رغم احتكاكها الدائم بالوسط الاستشفائي والتكويني. يأتي هذا الإجراء تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية وتنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحفيز الرأسمال البشري الوطني، وتفعيلا للاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والهيئات النقابية الممثلة في القطاع بتاريخ 23 يوليو 2024. كما تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 2/25/340 يقضي بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة إلى كل من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، مع الحفاظ على الوضعية الإدارية والمالية لهؤلاء الموظفين بصفتهم موظفين عموميين. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2/25/235 يهم تغيير المرسوم المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك. وصدق المجلس على مشروع مرسوم 2/25/368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لودبي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن فوزي الأقجع الوزير المكلف بالميزانية. كما كنعرفوا فهاد الزيادة في التعويضات عن الأخطار المهنية ماشي يعني تحققات بين عشية وضحاها، وإنما نتيجة يعني سنوات ديال النضال، الشيء اللي أثمر عن جعل هذه التعويضات تصبح واقع. بالنسبة احتساب هذه الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليه في إطار الحوار الاجتماعي اللي تكلمنا عليها ديال 1000 درهم مقسمة على سنتين. بالنسبة يعني في شهر يوليو القادم سيستفيد موظف قطاع الصحة بالنسبة للممرضين 1500 درهم، يعني 1500 درهم توصلوا ب500 درهم، في الشهر القادم غيتوصلوا ب1000 درهم يعني الممرضين. بالنسبة للإداريين التقنيين والمتصرفين والمحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين غيتوصلوا يعني في شهر يوليو القادم ب700 درهم، يعني 500 درهم ديال الحوار الاجتماعي 2024 الشطر الثاني، زائد 200 درهم ديال الأخطار المهنية. يعني هاد المراسيم اللي تم المصادقة عليها يعني أثمرت يعني بعد سنوات كما تكلمت من النضال لتصبح واقعا ويستفيد منها كل موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دون استثناء. اللي كنتمناو كل التوفيق لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ونلتقي في فيديو قريب إن شاء الله. تحياتي.